السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم، يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. شرفتوني بهالدعاء وشرفتوني بهالكلام الطيب، والله إني أقل من ذلك، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع بما نقول ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. القصة اليوم حدثت قديما بين العراق وبين السعودية. القصة هذه تحكي أن رجل يعني من قبيلة عنزة راح للعراق يبي تاجر، كان عنده مبلغ من المال مثل ما تقول 50-60 ريال فرنسي، ووصل العراق بعد جهد جهيد من المشي والتعب. ويقول دخلت العراق، ويوم دخلت العراق ما عاد في بال اني اشتغل، قلت بروح ارتاح في اي مكان، ابي لي يوم او يومين انام فيها لين اتفرغ لعملية التجارة. وكانت العراق انتم ما يحتاج اقول لكم، العراق كانت مزدهرة لا بالخيرات وبالتجارة وبالارزاق، يعني بلد يا ما حد مو بنا اللي يقيم العراق. ويقول دخلت العراق، ويوم وصلت السوق الرئيسي ولا فيه جامع كبير، يقول نصيت الجامع وصليت فيه أخذت لي أكلة خفيفة كذا وكلتها. يقول دخلت المسجد ورقدت، فلوسي حاطة على الكمر، رابط الكمر في بطني وحاط فلوسي في وسطها. يقول أنا أخذت لي جانب من المسجد وحطيت بقشتي اللي فيها ملابسي وفيها، يقول رقدت عليها. يقول أنا بس رقدت ولا ما رقدت، يقول وادخل في نومة عميقة. يقول وأنا نايم وما أدري كم من الوقت نمت، لكني صحيت بعد يعني وقت طويل من النوم. يقول يوم قمت وأجمع لبسي وبقشتي وارتبها، هذا يقول أتحسس الكمر هذا الحزام اللي أنا حاطه علي، يقول اتضح انه مو موجود. يقول ظنيت في البداية انه ضايع، اتلمس ما هو فيه، ادور يمين ادور يسار، عرفت اني جاء حايف وسرق هالكمر. يقول قمت وصليت لي ركعتين ودعيت ربي ان الله يفرجها علي، يعني لا عارف ولا معروف في بلد يعني اعتبر نفسي فيها غريب ولا بدي شو اسوي، يعني أنا جاي الآن قدامي الأحلام وقدامي سبحان الله. يقول بالفعل أني يعني طلعت من المسجد وأنا الدنيا فوق راسي وضايق صدري وحالتي حالة. يقول وتوجهت إلى السوق وقلت قمت أناظر في الدكاكين وناظر في الناس. يقول ولا ألقالي عرب من قبائل الجزيرة العربية، يعني من عندنا، لكن عرفتها من دثرتهم، من لبسهم، من الملابس، عارف كل واحد له تقاليد معينة. يقول توسمت فيهم خير، لكن والله الرجال ما شوي شرسين. يقول هم مشوا وراحوا المطاياهم وثوروها ومشوا رايحين لوين البلدهم، يعني مثل ما تقول شمال المملكة. قال السعودية ما بعد يعني وحدها الملك عبد العزيز في بداياتها يعني. يقول أنا توجهت لآخر بعير بثور، قعدت عند راعي أثره اللي بتقوم عليها وبتجي حرمة، ولهاك الحرمة البنت مي كبيرة يعني عمرها 17-18 سنة، ولا ما شاء الله متسترة، ولكن واضح من دثرتهم أنهم أهل خير. فجيت عندها وقلت يا فلانة أو يا أختي، قالت نعم. قال أنا داخي الله ثم ناخيت، أنا طالب الله ثم طالبت. قالت آمر أبشر بعزك وش تبي بس؟ قال أنا من هاك الفلاينة، من العرب الفلاين، من قبيلة عنزة، وهذا وضعي وهذا وضعي، وأنا داخل على الله ثم عليه سنة ترفديني. أنا والله سرقت فلوسي والله هذا. يقولوا أشتري على ملابسي واشتري. يقول شافت لغوتي وشافت كلامي وسبحان الله دخلها أني صادق. قال كم المبلغ اللي أنت سرقت؟ قلت المبلغ الفلاني، والله ما أدري هو 50 ريال فرنسي 100 ريال فرنسي، مبلغ بس في ذاك الوقت مبلغ يعني هو كان مأمل عليه شيء عظيم. قالوا هي تعطيه نفس المبلغ، أعطته المبلغ اللي سرق منه. بنت شيخي قال لها أنا طالبة طلبة علميني شو اسمك؟ قالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان الشمري، ولا والله من روس عرب. يقول أنا من فرحتي بهالفلوس ومن فرحتي بهالشيء هذا ما أدري شو أسوي، والله إني يعني لو يحصل لي أحب رجل جمالها اللي راكبة عليه حبيته منه، لكني دعيت لها ورحت دخلت السوق واشتغلت فيه ليه ما شاء الله، وحصلت خير
مو هو بالخير اللي أنا متوقعه يعني، مو هذا، لكن الحمد والشكر له رد علي. يقول طلعت من العراق ورجعت الربع وشريت لي غنم وشريت لي حلال، صرت تاجر حلال وصرت أبيع واشتري، وسبحان الله توحدت الجزيرة العربية وصار فيها خير. يقول يا أنا ما أعرف من اسم هالمراه إلا فلانة الشمري، أبوها وجدها وفخذها تقول مسح من مخي، كل ما أذكر فخذ ما أدري هو ولا مو، كل ما أذكر اسم أبوه هو ولا مو. ومثل ما تقولون يعني إذا قال منير الشمري، منير الشمري مليون منير الشمري، وش منير الشمري وش، ولا في وسائل الاتصال أولا بالتلفونات الآن ولا الجوالات ولا بحث سريع ولا تسوي في جروبات، ما في. الأمور كانت على بدايتها، حتى التلفونات كانت يعني الثابتة ما هي موجودة في بعض المناطق. يقول أنا ما غير أمشي وأسأل. يقول أنا القصة صارت علي وأنا عمري 22 سنة 23 سنة. يقول عشت في الحياة، عشت مع عيال وتزوجت وحصلت خير والحمد والشكر لله، الأمور إلى خير. يقول إني سبحان الله ولدي توظف في الحرس الوطني في الرياض وكان رتبته زينة وعنده السكن. يقول عام 1403 1402 يا أخواني بالنسبة للتواريخ تراني أجيب المقارب، أنا ما يعني مو بشرط تقول لي إنه. فيقول إن في هالوقت هذا جيت أراجع، أنا عمري في الثمانينات أكبر ولا أقل، جيت لولدي في المستشفى، عندي مراجعة في المستشفى. بيقول يوم جيت راجعت مستشفى قاموا يطلبوا مني تحاليل وطول له أشعة، وصرت عند ولدي ساكن، وزوجة ولدي بنت أخي لنا، وهي اللي رعية مزوح ورعية ضحك وتقهويني واضحك أنا وياه، وتشوفني مهتم من هالآلام وهالأمراض، أمراض الشيخوخة، وتشوفني متضايق، وأقولها تقول لها يا عمي ما قصرت، أنت ربيت وطلعت هالعيال ما شاء الله تبارك الله، وإنجازات عندك عظيمة. وكانت تبين لي أشياء هي خافية علي، يعني تقول ما شاء الله شوف ولدك هذا إمام مسجد، ولدك هذا مؤذن، ولدك هذا موظف، ولدك هذا متزوج وجاي عيال، ولدك هذا ما شاء الله تبارك الله ساتر على نفسه، بنتك عند العرب الفلاينة. فكانت تقول لي وش تبي غير هالدنيا، وش تبي غير هالإنجاز؟ الله سبحانه وتعالى يا عمي ما خلقنا في هالكرة الأرضية إلا حنا نحيي الأرض بالناس الصالحين، وأنت ما شاء الله ربيت عيال وكبرتهم وعطيتهم وزوجتهم ومشيتهم، هذه رسالتك اللي أنت المفروض تأديها، وبشرك عيالك صالحين وزوجي صالح واللي مؤذن واللي إمام واللي موظف. لا تهتم، فضل الله عظيم، واعرف أني جاي أفضل من اللي رايح، لأنك أنت فهالشيء هذه رسالتك اللي الله أعطاك إياها، مو برسالتك أنك تأكلهم وتشربهم، لا هذا جزء، لكن الأساس تربيتهم التربية الصالحة، وأنهم يقومون يشيلون ذكرك، وقبل ذلك ينشرون هالدين العظيم. فكان كلامها بالنسبة لهالشايب كلام مطمئن، البنت متعلمة والبنت ما شاء الله تبارك الله، وتمزح معه وتوسع صدره، حتى هو يقول انها يمكن عالجتني اكثر من عالجني المستشفى. فانا وياها مزوح واستاسع صدري اذا جابت لي القهوة ولا جابت لي الفطور. ولدي يقول يداوم في قطاع العسكري وانا معها في هالبيت، وقعدت لي حوالي 10 أو 15 يوم معها، كلها سواليف وضحك ومزوح. يقول جاتني ذاك اليوم قالت يا عمي، قال نعم، قالت له ايش رايك اخطب لك مرت ام ولد جيراننا هذا ضابط او مدري عسكري ولدهم، وانا وامه موجودة عنده، وامه مات مثلك وشروك وعمرها نفس عمرك، ليش ما خطبها لك وتوسع صدرك علي؟ يقول انا قعدت اضحك، قلت انت صاحيتي، انا عمري 87 سنة او 90 سنة وش اتزوج؟ هي تقول هالكلام من باب الطرافة، وتقول الكلام هذا من باب المزح. يقول كل يوم والله انا اذا رحت تقويت معها قلت يا ليتها عندنا تقهوى معنا، من زين سواليفها وزين ضحكتها وزين كلامها. يقول يوم كثرت، قلت هي وش ترجع؟ قالت هي من العائلة الشمري، من فلان الشمري. قال القبيلة الفلانية المعروفة. قالوا نعم ونعم، شمر لهم فضل علي عظيم. قالت ايش فضله؟ قال والله قصة ما حد هذه شمر ما يقول عادل العنزي قام يثني على شمر وانها سبب له في الخير وسبب له في هذا. فقام وقال وش اسمها؟ قالت اسمها منيرة. قال وش منيرة؟ يقول انا طق في سبتي خويتي منيرة. قالت اسمها منيرة بنت فلان بن فلان الشمري. يقول اصحي يا نايم ولا هذا الاسم اللي انا مضيع. قلت انا طلبة تروحينها الحين، بروح انا وياك وتخليها تجي في المجلس وبتكلم انا وياها. قالت وش صاير ابوي؟ قال انا طالب يلا بسرعه. يقول انا البس عمامتي وشماغي واطلع انا وياها، وتطق الباب وتفتح لها مرت الولد. يوم فتحت مرت الولد قالت لها
اقلطي. قلطت قالت أنا معي عمي بيقلط. قالت وهي تقلط العم في المجلس وهي دخلت عند الحريم في المحرم. قالت راحت العجوز أم راعي البيت، خالتي عمي بيسلم عليك. قالت وش عمتك؟ قالت عمي وزوجي جايين بيسلم عليك. والبادية ما عندهم علوم الغان، ما عندهم مراجل، عندهم ثقة في أنفسهم. فجت المرأة ودخلت عليه بعباتها وبرقعها وسلمت على الشايب. الشايب شافها فز قلبه بس ما عرفها. قال أنت فلانة بنت فلانة الفلانة الشمري؟ قالت نعم ما شفت غيرها. قال قبل حوالي 70 سنة أنت كنت في العراق، رحتي مع أهلة العراق. يقول يوم قال هالكلام هذا وهي تنهم. قالت ايش دراك؟ قال أنا أسأل سرجوس رجل جاوبيني بصراحة. قالت نعم أنا كنت في العراق في ذيك السنة رايحين مع أهلي، جايين أبار هناك، ثم دخلنا سوق العراق وشرينا منهم أغراض وطلعنا. قالوا ما صارت موقف مع أحد ولا شيء؟ قالت والله ما أذكر. آثر المرة ناسيت الموضوع مرة. قال يا بنت الحلال ما جات رجال محتاج وقالت إني سرقت وإن الكمر حقي سرق في المسجد وهذا ظرفي وهذا ظرفي وتوسم فيت الخير. تقول إلا والله إني أذكره، رجال هاك الشكل وهاك الشكل وجاني والدنيا كلها فوق همه ونخاني قدام الناس اللي حولي، وقلت له ابشر بعزك وقلت له كمل فلوس، وقال لي الكاميرا قلت لا. يقول يوم قالت بغيت أخمها وأحبها. يقول أنا والله باغي نخم المرأة، باغي نحب راسها، باغي ما أدري وش أسوي من الفرحة. يقول وادعي لها الله يفرج لها. يقول هي تضحك بين ضحك بين استغراب بين صغر هالدنيا شو صار فيها سبحان الله هالشيء هذا وهذا الالتقاء العجيب. يقول أنا وياها سبحان الله قومنا نسولف ونقص على بعض السواليف ونعطي بعضنا العلوم وش صار لي وش صار لها وهي تزوجت. وقال إني دورت والله إني ناسي الاسم الوسطي واسم الفخذ. المهم المواضيع الحمد لله انحلت، وراح ودق على ولده في البيت، ولده السبير في شمال المملكة في إحدى المناطق اللي فيها شمر، وقال يا ولدي فلان؟ قال نعم. قال رح للبنك واسحب المبلغ الفلاني اللي أنا قايل لكم عنه، حطوه الفلان. قال له شو السبب يا ابوي؟ قال ابشرك اني لقيتها. قال شلون لقيتها؟ قال قصة طويلة اذا جيت علمتكم. قالوا هو يحول لي المبلغ وتقعد له حوالي 5 أيام 6 أيام، الكلام هذا قديم احنا نتكلم 1403 2 هجري. يقول لهم حول لي المبلغ وانا اخذ المبلغ واجي للبنت بنت زوجة ولدي واخذها واروح وندخل على العجوز صباح اليوم الثاني او بعد 5 أيام. يوم جيناها وتطلع لي في المجلس وأسمسي عليها بالخير واقعد أنا ساحب المبلغ كاش 600,000 ريال. المبلغ اللي عطتني إياه 50 أو 70 ريال فرنسي، المبلغ راح يوم حسبته ونميته لها طلع 600,000 ريال. هذه القصة أنا سامعها في شريط كاسيت كان عند أبوي بصوت راعيها، ولكنها بطريقة ثانية. يعني أنا قاعد يقول وأنا بس أعطيها المبلغ هذا. يقول قالت هذا وشو؟ قال هذا فلوس. قالت أنا ما أعطيتك إلا 50 أو 70 ريال فرنسي، وش فيك أنت صاحي؟ هذه فلوس عيالك. قال أقول هذه 50 اللي جاتني في وقتها تسوى ملايين عن ملايين، أنت وش تتكلمين عنه؟ يقول وأنا أحط الفلوس في والله ما ترجع. يقولوا حلف بالأيمان المغلظة. قالوا لا هي في ظروف صعبة وولدها في ظروف صعبة، ولا المبلغ جاها في وقت ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وهي تأخذ المبلغ وتعطي 50,000 ريال للبنت أو زوجة ولدي اللي هي سبب معرفتنا وسبب هالكلام. قالت أمها 50 هذا لتس والرجل لتس ولها لتس، ولا 550 الله يكثر خير عمت اللي جابها لي. يقول وأنا أتشكر منها وأنا أخذ أرقامهم وأخذ أرقام عيالهم وعرف ديرتهم، وقلت لهم إذا رجعت هناك بسوي لكم كرامة. وبالفعل حسب كلامه سوى لهم عزيمة كبيرة في ديرتهم هناك في شمال المملكة. وجو جات العجوز جو عيالها معها وجو 2 من إخوانها، وقص القصة قدامهم، وصارت يعني فرحة عظيمة بينهم، وذكر فعلها معه وذكر وقفتها معه. وطبعا هي 550 هذه خذتها وانفقتها على عيالها لأنها كانوا يعني الظروف كانت صعبة، وال550,000 كانت يعني مؤثرة جدا في هاك الوقت. فسبحان الله القصة العجيبة، القصة اللي سبحان الله يعني ربي يسر
الرجل وهالمرأة أنهم يتقابلون بطريقة سبحان الله غريبة، وبطريقة وكأن الله يحفظ ال70 ريال فرنسي اللي فرجت فيها المرأة كربة هذا الرجل في هالبلاد الغريبة وأعطتها ال70 بدون ما تعرفه، ويضاعف الله لها هال70 إلى 550 أو 600 ألف ريال، وتستلمها في أعز الحاجة، وترتيب العزيز الحكيم في هذه الأمور، وتجعل المرأة سبحان الله يعني تغني أبنائها. أي عظمة للخالق، أي عظمة لهالمدبر. يا أخوان حنا نشوف الجبال ونشوف الإنسان ونتفكر في كل شيء، في الجبال وفي الجبال وفي الشجر وفي الحجر وفي الحجرات وفي كل شيء في هالكرة الأرضية، نستعجب من خلقه. أيضا من الأشياء اللي يجب نستعجب منها تدبيره في بيننا وبين بعضنا، في الصدقة، في المبادرة، في تفريج المكروب. والله العظيم تفريجك للمكروب انه ينعكس عليك وينعكس على ابنائك وينعكس على حياتك. ترى هذا ايضا من المفروض ان احنا نتدبر فيه اكثر من تدبرنا في انفسنا. في هذا تدبير العزيز الحكيم تمر علينا سواليف وقصص وربي ينقذنا منها وربي يعيننا عليها وحنا ما نتدبر. هذا التدبر، القصة هذه لما أذكرها الأساس فيها نحن نتدبر شلون العزيز الحكيم خذ ال70 وشلون فضل المرأة أنها تدفع للرجل 70، وشلون الرجل اختار هالمرأة وتعطيه ما تعرفه ولا شيء وتصدقه، ويضاعف الله المبلغ، يضاعف ويطرح فيه البركة ويطرح فيه البركة ويحفظ الفلوس هذه المرأة، ويجيها المبلغ وهي ما تدري عن 600 ألف ريال ينطل في حضنها في عز حاجتها. من اللي مسوي الكلام هذا؟ من اللي مدبره؟ ومن اللي مشكله؟ ومن هو اللي ميسر الأمور هذه كلها؟ والله مثل ما أقول ودائما أقول لو تجيب جميع السيناريوهات وتجيب الأبطال الأفلام وتجيب المخرجين إنهم يطرحون سيناريو مثل هذا ما سووه. فأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا شكره ويرزقنا حسن التدبر في كلامنا وفي أقوالنا وفي القصص وفي السواليف، وأن يزيدنا بصيرة ويزيدنا نور ويفتح علينا ونستفيد من هالأشياء. هذه قصص يا اخوان والله العظيم انها تكتب بأماق الذهب، يعني ما هي كلام عادي ذي. يجب نحن تدبر في الله، تدبر في العظيم اللي سخر فضل المرأة انها تعطي الفلوس ورجعت الفلوس بأضعاف ضاعفة، وهالشايب الأمين اللي ضاعف الفلوس وحرص عليها انها ترجع لها ورجعت لها، لأن الله اطلع على نية المرأة هذه واطلع على نية الرجل هذا انه صادق معه. القصص هذه لا تمر عليكم مرور الكرام، تراكم أنتم أصحاب بصيرة وأصحاب عقل، لا تمر عليكم مرور الكرام. يجب أنكم تتدبرون ويجب أنكم تعرفون أنكم تتعاملون مع هذا الرب العظيم، وهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى لن يخذلكم أبدا، لن يخذلكم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بما أقول، وأستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه عن الخطأ. ولكن هذا واجبي إني أنقل مثل هالقصص المفيدة لعلها إن شاء الله تجد في قلوبكم وعي وإذن، وهذا اللي إن شاء الله متأكد أنا منه. وأسأل الله العلي العظيم أن يغفر لي زلتي ويغفر لكم ويجزاكم عني كل خير على التشجيع. وآسف للإطالة، ولكن هذا ما قدرت أقوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.